أهلا بيكم. سايكو كيلر هو فيلم من بطولة جورجينا كيمبل وجيمس بريستون روجرز ومعاهم مالكوم ماكدوول، ومن إخراج جافن بولون وإنتاج روي لي. قصة الفيلم بتتكلم عن شرطية الدورية جين آرشر اللي بتلعب دورها جورجينا كيمبل، واللي بتشهد قتل زوجها بيل اللي بيعمل أيضا كشرطي دورية على إيد راكب غامض على طريق في ولاية كانساس الأمريكية. بتقوم آرشر بتتبع الأدلة عشان توصل لقاتل زوجها وتنتقم منه، عشان يوصلها بحثها إلى إن اللي قتل زوجها هو قاتل متسلسل شهير ملقب بالقاتل الشيطاني، نظرا للرموز الشيطانية اللي الشرطة كانت دايما بتعثر عليها في مسرح الجرائم اللي ارتكبها. بتصبح آرشر مهووسة بالقبض عليه وتقديمه للعدالة، خاصة وإن محدش من الشرطة صدقها، نظرا لأنه بيعتقد إن القاتل ده بيحمل اسم ريتشارد ريفز، وإنه مات في السجن أثناء القبض عليه سابقا. وتتوالى الأحداث عشان نعرف إنه بينتمي لطائفة شيطانية بيتزعمها رجل يدعى بندلتون اللي بيلعب دوره مالكوم ماكدوول، واللي بتقيم في بيت بتقوم فيه الطائفة بعمل ممارسات وطقوس لعبادة الشيطان لها طابع عنيف وجنسي سافر، لحد ما فعلا بتوصل آرشر لريتشارد بعد ما بتتتبعه لحد ولاية بنسلفانيا وتحديدا بلدة هايرسبرج، عشان تكتشف في النهاية إن كل هدفه هو الاستيلاء على المفاعل النووي السلمي اللي في البلدة وتفجير نفسه داخل المفاعل، ظنا منه إنه هيفتح أبواب الجحيم ويقدم بكده خدمة للشيطان بتضحيته بنفسه. وبيتم القبض عليه وإرساله إلى السجن في وادي الموت بكاليفورنيا، المكان اللي بدأ فيه جرايمه فيما مضى. برغم من إن القصة صحيح مكررة ولكنها واعدة، وبرغم من إن الفيلم من إنتاج المجموعة اللي أنتجت أفلام رعب لها قدرها زي ويبنز وانتل دون وباربريان وإيد بجزئيه، إلا إن الفيلم سيء جدا جدا وركيك للغاية ومخرج باستسهال شديد دون ابتكار أي شيء جديد يذكر أو يشد خلال أحداث الفيلم. الفيلم مليء بثغرات السيناريو اللي على رأسها الطائفة نفسها اللي بينتمي لها القاتل. إيه هدفها؟ ليه بقت موجودة؟ إيه حكايتها؟ إزاي ريتشارد طلع عايش؟ هرب إزاي من محبسه فيما مضى؟ أمور كتير جدا أضعفت الفيلم وخلته هش وسطحي جدا وغير مرعب على الإطلاق، حتى إن اللمسة الابتكارية في بناء شخصية القاتل هي لمسة تخلو بالأساس من أي ابتكار. كمان الكاتب قرر إنه يكون قاتل شيطاني بيترك علامات شيطانية في مسرح الجريمة واسمه ريتشارد ريفز، بيفكرني بالقاتل اللي أرعب أمريكا في الثمانينات، واللي كان قاتل شيطاني أيضا وبيترك علامات شيطانية في مسرح الجريمة واسمه ريتشارد راميرز. مع الأسف الفيلم سيء جدا ولا أنصح بمشاهدته على الإطلاق. أنا بدي الفيلم بعد تجربة المشاهدة 2/10، فيلم سيء جدا وللنسيان. خلصت حلقتنا النهاردة عن فيلم سايكو كيلر. لسه عندي حكايات كتير عن الفن والسينما أحب جدا أشارك حضراتكم بيها. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا، ومستني أراء حضراتكم تحت في الكومنتات عن الفيلم. وما تنسوش تتابعوني على حسابي على تطبيق تيك توك واللي هتلاقوه بنفس الاسم صوت السينما. كان معاكم أحمد مرعي من قناتكم قناة صوت السينما. يومكم سعيد وسلام.